اقتصادية سهلة في التحضير. هاد الحلويات تجي محشية بحشو تاني اقتصادي. شوفوا الذوبان يا البنات 125 غرام تاع المارغرين حبة بيض تقطع الناس 20 حبة، بزاف هايلة. واش نحتاجو باش نوجدوها على بركة الله؟ أول حاجة نوجدو الحشوة، نحاول نكون كامل الرأس، نخدم فيه البيض طبعا بالمزهر، ضفت عليه حوالي 8 ملاعق كبيرة تاع الجوز، كنت نحيتهم هذيك البدائل تاع اللحم، يعني ميكونش كامل، ميكونش هذيك البحاجة خشن. ضفت على الغرس تاعي معلقة صغيرة تاع المارغرين وخلطتهم جيدا، ونجمد بالمزهر ونقصها على الحشوة تاع المارغرين ونجم نضيف كامل. خلي جانبا نوجد العجين، عندي هنايا 25 غرام تاع المارغرين، درت 3 ملاعق كبيرة تاع السكر تاعي مع 3 ملاعق كبيرة تاع الزيت، خلطتهم جيدا ومن بعد نضيف الحبة تاع الخميرة مع 2 ملاعق كبيرة تاع المصل. ماشي شابة البنات. درت هنايا رشة تاع الفاني، درت فانيليا فاني، وراح ندير كاس تاع النشا اللي كنت غربلتو أكيد. بعدها نبداو نضيفو في الفرينة. درت في البداية كاس تاع الفانيليا مع رشة تاع خميرة الحلويات، ومن بعد كملت حتى نحصلو على عجينة تكون طرية، لازم تخليوها طرية وماشي مطلوقة تاني تكامل، مي مديروهاش يابسة باش تنجح معاكم هكدا. نزيد العجينة تاعي درتها مشكلة كبيرة، نزيدها 20 غرام وشوية تاع 10 غرام. نجي هنايا باش نشكلوها، درت هاد الطابق راه متواجد البنات والسعر تاعو بزاف رخيص عفوا، يعني العجينة تاع هذاك الحشو، ومن بعد نغلقو عليه نديرو في هذاك المول ونتبعو بالنقاش كيما راكم تشوفوا. ونزين الحلوى تاعي بنصف حبة تاع الجوز كيما راكم تلاحظوا. من بعد قبل ما نطيبها نخليوها ترتاح حوالي ساعة ونص حتى 2 سوايع، ندخلوها للفرن طيب على 170 درجة مئوية. الفرن يعني ما لازمش